بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بكم إخواني الأعزاء مرة أخرى على قناتكم شؤون تربوية وتعليمية. لا زلنا في حديثنا عن الحكم الشرعي المرتبط بالقروض التي تدعمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، خصوصا تلك القروض التي تكون فيها الفائدة منعدمة بالنسبة للمنخرط. تكون فيها منعدمة بالنسبة للمنخرط لأن المؤسسة بطبيعة الحال تؤدي هذه الفوائد عوض أن يؤديها المنخرط. إذا تعرفنا في الحصة الماضية أو في الحلقة الماضية عن جملة أو عن مجموعة من الفتاوى التي أباحت وأجازت مثل هذه العقود، وأجازت هناك كذلك من اشترط مجموعة من الشروط حتى تكون هذه العقود أو مثل هذه المعاملة جائزة، ورأينا ذلك في الحلقة الماضية التي يمكن أن تجدوا رابطها أسفل هذا الفيديو. في هذه الحلقة سنتعرف عن الذين منعوا والذين حرموا مثل هذه المعاملات. وقبل الحديث بطبيعة الحال عن الذين حرموا هذه المعاملات على قلتهم، سنستعرض كذلك بعض العلماء المعروفين وبعض الفقهاء المعروفين الذين أفتوا كذلك بجواز هذه المعاملة. ولا شك أن كل العلماء وكل الفقهاء بطبيعة الحال لا يبيحون الربا، إذن هذا أمر متفق عليه، لا يبيحون الربا، ولكن يختلفوا في تكييف هذه المعاملة. يعني اختلفوا في هذه المعاملة التي نحن بصدد الحديث عنها، هل هي أصلا تدخل ضمن الربا المحرم أم أنها غير ذلك. وقلنا كما قلنا في السابق، إذن هذه الأمور مهمة. إذن لماذا اختلفوا فيها؟ لأنه لا توجد نصوص صريحة في الشريعة الإسلامية تقول بأن مثل هذه القروض محرمة. لا يوجد حديث نبوي، لا توجد آية قرآنية تحرم مثل هذه الأمور، كما لا يوجد حتى في اعتقادي، يعني لا توجد حتى نصوص أو لفقهاء سابقين في التاريخ الإسلامي تحدثوا عن مثل هذه الحالات، لأنها لا توجد كما تعلمون في العصور السابقة لا توجد المؤسسات. ولكن حتى العملية بمعنى أن يكون فيها ثلاثة طرفان يعني يقترض بعضهم من بعض، أو مقرض ومقترض وطرف ثالث يؤدي الفائدة عن الآخر، إذن هذه يعني لم يتحدث عنها الفقهاء لأنها لم تكن في زمنهم. إذن الآن سنبدأ الحديث عن ما نحن بصدده. إذن والمفاجأة أن حتى يعني الشيخ ولد الدادو وجدت له فتوى مرتبطة بهذا الموضوع. إذن سنستمع لي يعني فتوى للشيخ ولد الدادو المعروف، يعني الشيخ الموريتاني المعروف الذي له اطلاع واسع بالأحاديث النبوية، وله كذلك إلمام هام بالفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه، وكذلك له يعني له حضور قوي في الإعلام كما تعلمون، وكذلك له يعتبر كذلك عضوا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكان من المرشحين الذين كانوا مرشحين لنيل رئاسة هذا الاتحاد. إذن سنستمع لفتوى الشيخ ولد الدادو ثم نعلق عليها. يقول: قامت الحكومة الجزائرية مؤخرا بإلغاء الفوائد الربوية عن قروض مشاريع تشغيل الشباب، ولكن المشكلة أن الدولة في الحقيقة صارت هي تتحمل تلك الفائدة الربوية. الربا موجود لكن تحملته الدولة، فتقوم بدفعها للبنك المقرض ويعفى الشاب المستقرض من دفعها، وهذا ما أثار لغطا وجدلا واسعا بين من يرى الحرمة باقية ما دام القرض ربويا ولا يهم من يدفعه، وبين من يرى جواز إقدام الشباب على الاقتراض طالما لا يتحملون شيئا. إذن هذا هو نص السؤال الذي تلقاه يعني الشيخ ولد الدادو، وتلقاه من الجزائر، لأن الجزائر حتى هي الأخرى يعني وقعوا في نفس الحالة. هناك قروض تدعمها الدولة ولا يؤدي عنها المقترض يعني فائدة تذكر، وهذه هي إجابته، سنستمع إليها. نعم، هذه المسألة جاءني فيها سؤال من الدكتور عبد القادر جدي، نعم، من جامعة الأمير عبد القادر من قسنطينة، وأجبته بفتوى مكتوبة أظن أنها وصلته. والذي حاصلها أن السؤال إما أن يكون من الشباب أو من الحكومة. نعم. فإذا كان من الشباب فالشباب عقدوا عقدا صحيحا ليس فيه ربا وليس عليهم فيه أي إثم.
فيجوز لهم الإقدام عليها. أنت عقدت عقدا لن تدفع فيه قرشا واحدا زائدا على ما أخذ، وهذا العقد صحيح ولك الحق فيه وهو حل بل لا إشكال فيه. وإذا كان الذي يستفتي هو الحكومة الجزائرية فالحكومة الجزائرية ليس لها أن تعقد عقدا ربويا مع أي بنك. وإذا أرادت عقد هذه المشاريع ينبغي أن تقيم صناديق متخصصة مدعومة من الدولة فتخرج من إشكالية الربا، تكون تقرض قرضا حسنا ليس فيه ربا. إذا هنا استمعنا إلى إجابته. قال بأن السؤال الذي الآن تلقاه إذا كانت الحكومة هي التي تسأل فهو لا ينصح، يعني ينصحها بالتخلي أو ينصحها بدعم، ينصحها أصلا بأن توجد طرقا أخرى ليست فيها أصلا ربا إلى غير ذلك، ليست فيها أصلا فوائد. قال وإن كان السائل وإن كان السائل هو المنخرط أو هو الذي يريد الاستفادة فيقول بأنه لا شيء عليه، وأنه أصلا ما دام أنه لم يدفع الربا ولم يدفع الفائدة فهو لا إشكال لديه، ما دام أنه أخذ قرضا وأعاده بنفسه، يعني أخذ مبلغا وأعاده على شكل أقساط، يعني نفس المبلغ هو الذي أعاده، يعني هذا ليس إشكال فيه كما يقول الشيخ ولد الدو. إذا سنكمل كذلك يعني هذه الفتوى التي يعني سيفصل كذلك الحديث عنها. هل لكون هذه البنوك المقرضة بنوكا عامة وليست خاصة تأثيره في الحكم، بحيث يمكن القول مثلا البنك ما دام عاما يعني بنك للدولة فالفائدة التي تدفعها الدولة تعود للدولة وبالتالي يعني يخف الحكم؟ هي البنوك الوسيطة ليست مملوكة للدولة دائما، بل هي شركات فيها دائما نصيب للدولة، لكن فيها ولو كانت للدولة يختلف الحكم من حيث هي بالنسبة لها هي يكون الأمر سوريا، لأنه مجرد من بيت المال أعطى لنفسه وأخذ زيادة. لكن أقصد هل يخرجوا هذا من حد الربا مع وجود الاختلاف في الفرق تقريبا، لأنه مجرد نقل مال من مكان إلى مكان ومن بند إلى بند في الميزانية ولا يؤثر لأنه المالك واحد. وهنا سأله المحاور سؤالا دقيقا، قال له هل يختلف الحكم إذا كانت هذه البنوك أصلا مملوكة للدولة؟ بمعنى هل الحكم يختلف إذا دعمت الدولة البنوك التي تملكها أصلا؟ قال بأن إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الأمر ليست فيه أي زيادة أصلا، لأن مثلا أنت مثلا كشخص لك بنك وتقول لطرف آخر اقترض من هذا البنك أنا سأدفع عنك تلك الفوائد، إذن البنك ملك لك وأنت ستدفع الفوائد. إذن هذا قال له بأن الأمر بهذا الشكل يكون صوريا، بمعنى يكون كأنه لا قيمة له. ثم قال له ثم أجابه كذلك عن قال له الأمر مباح حتى وإن كان البنك ليس ملكا للدولة، كالبنوك التي لدينا في المغرب، يعني معظمها ليست في ملك الدولة كما يعني في اعتقادي، باستثناء ربما البريد المغربي ربما تربطه علاقة بالدولة، يعني بالدولة. ليس لدي يعني تفاصيل يعني وافية في هذا الشأن. إذن المهم قال بأن إذا كان أصلا البنك تابعا للدولة فهو أصلا ليست فيه أي زيادة من أي طرف، لأن يعني البنك والفوائد كلها تؤدى من طرف يعني مالك واحد. ثم بعد أن استمعنا لفتوى الشيخ ولد الدادو سنلتقي لفتوى أخرى لفقيه مغربي، لفقيه مغربي سوسي له كذلك مجموعة من المؤلفات وله مجموعة من الكتب وله مجموعة من الفتاوى على صفحته في الفيسبوك، وكذلك له صفحة على الفيسبوك عنوانها نفحات من الفقه المالكي عبد الله بن طاهر. إذن فقيه الذي سنتحدث عن فتواه هو الشيخ عبد الله بن طاهر، له مؤلفات عدة في المعاملات المالية، له كذلك إمام كبير يعني الفقه، وله مجموعة من الفتاوى الدقيقة خصوصا على مذهب الإمام مالك. إذن قال بأنه تلقى سؤالا بخصوص حكم قرض 15 مليون الذي تدعمه مؤسسة محمد السادس. قال بأنه امتنعت عن إجابة عن هذا السؤال كثيرا، يعني سأذكر قوله بالضبط. قال عندي فيه مشكل لا أدري الإجابة عنه بالضبط، فقد تهربت منه أكثر من مرة، فلا أن تقول في الشيء حلال من غير دليل أيسر من أن تقول حرام من غير دليل. وقال لأن الحلال هو الأصل والقاعدة والغالب، أما الحرام فهو المستثنى. إذن هنا الشيخ عبد الله بن طاهر قال بأنه أصلا لا يريد الخوض في هذه المسألة، لكنه قال
إذا أردنا أن نسقط هذه النازلة على المذهب الشافعي الذي يأخذ بظواهر الأمور فسنقول بأن هذا العقد صحيح. وقال وإذا أسقطنا هذه النازلة على المذهب المالكي الذي يقول بسد الذرائع فيقول بأن هذه الفتوى سنقول بأنها حرام. ثم استدرك في الأخير وقال وتبقى الضرورة ضرورة السكن، وقال بأن يعني في خلاصة ما قاله بأنه يمكن أن يستفيد الإنسان من هذا القرض إذا كانت له ضرورة السكن. وقال بأن الكراء لا يعد يعني مبررا لأن تقول الإنسان بأنه يعني مستقر أو أنه يعني ساكن، بمعنى أن يقول بأن السكن يعتبر ضرورة تقتضي يعني مثل هذه يعني الإقدام على مثل هذه القروض إذا لم يكن الإنسان كما يقول سكن خاص به. إذن هذه هي فتوى يعني الشيخ عبد الله بن طاهر باختصار. يعني ثم رد على الذين أنكروا، رد على الذين حرموا هذه المعاملة، قال لهم إذا أنكرتم مثل هذه المعاملات فيجب عليكم أن تتخلوا عن سياراتكم لأن التأمين على السيارات تشبه مجموعة من الأمور المحرمة أصلا شرعا كما يقول. وقال بأن يعني امتلاك المنزل أولى من امتلاك السيارة. وقال بأن مثلا التأمين قال تجبه فيه 3 علات: علة الربا وعلة القمار وعلة الغرر. الغرر بمعنى يقصد به الجهالة، بمعنى أنت أصلا حينما تدفع يعني تلك الأقساط الشهرية في التأمين على سيارتك أنت لا تدري هل أصلا ستستفيد فيما بعد لا تدري هل تستفيد من تأمين أصلا. وهناك غرر، هل أنت هذا بمثل القمار. وهناك غرر بمعنى الجهالة، أنت لا تعرف هل ستستفيد. ممكن مثلا أن تكون دفعت أقساط قليلة على تأمين سيارتك، لكن قد تحصل على تأمين بعد حادثة حفظنا الله جميعا، قد تحصل على يعني مبلغ أعلى بكثير مما قدمته في تلك الأقساط. إذن هذا فيه الغرر بمعنى فيه الجهالة. إذن هذه حتى لا نخوض في أمور أخرى، إذن هذه هي فتوى الشيخ عبد الله بن طاهر. وهذه الفتوى تلقت مجموعة من الردود، مجموعة من التعليقات، من بينها ما يلي: الدكتور حسين أكرم، وهو كما تعلمون يعني لا يستهان به في مجال الفقه، وكذلك له مجموعة من البحوث ومجموعة من الدراسات، وله كذلك من مجموعة وحاصل كذلك على مجموعة من الجوائز المرتبطة بالبحث العلمي الأكاديمي، آخرها جائزة بالكويت حول موضوع الوقف. إذن له مجموعة من الأبحاث. والدكتور علق على ما ذهب يعني على فتوى الشيخ عبد الله بن طاهر، ونوه أصلا بالمجهود الذي قدمه الشيخ عبد الله بن طاهر وأشاد به. ثم قال بأن حتى المذهب المالكي يمكن، عارض الشيخ في قوله أن المذهب المالكي إذا أسقطنا عليه هذه النازلة فهي سنجدها حرام، فقال بأن حتى المذهب المالكي له مجموعة من الأصول، في مجموعة من أصول الاستدلال التي يمكن أن نبني بها هذه النازلة، والذي هو حتى هو كذلك في الأخير ذهب إلى جوازها مع الضرورة بطبيعة الحال. ومن الذين كذلك علقوا على هذه الفتاوى نجد الدكتور إبراهيم الوجاجي، مفتش سابق لمادة التربية الإسلامية، ورئيس المجلس العلمي للمحمدية حاليا. إذن الدكتور إبراهيم الوجاجي قال بأن الأصل الذي يمكن أن نبني به أو أن نستدل به على جواز هذه المعاملة استثناء هو الاستحسان. وقال بأن هذه الأصل بطبيعة الحال، قال بأن الأصل هو المنع، لكن يمكن الحكم بجواز هذه المعاملة استثناء للضرورة كما يقول الدكتور إبراهيم الوجاجي. يعني اختصارا، إذا حاولنا الاختصار ما أمكن لكي نتوجه للذين قالوا بالمنع.
أما فيما يخص الذين قالوا بتحريم هذه المعاملة جملة وتفصيلا، نجد من بينهم رئيس المجلس العلمي المحلي لآسف سابقا والذي هو عبد الرزاق الوازقي، قال بأن يعني ذهب إلى تحريم هذه الفتوى وهذه هذه النازلة بشكل نهائي. وله نستمع لبعض ما قاله الشيخ. هو سلف عادي، لأن السلف لا يكون إلا لوجه الله، هو من 3 أشياء لا تكون إلا لوجه الله، لا يكون فيها المقابل، منها القرض أو السلف إذا كان بدون مقابل فهو صحيح ومشروع، منها الضمان إذا كان لوجه الله فهو صحيح، منها رفق الجاه فهو إذا كان لوجه الله فهو صحيح. هذه أشياء، ولكن احنا نركزوا على صيغة السؤال. يقول بغيتكم توضحوا لي واحد القرض ولكن راه ما فيهش الفائدة، واش هو رباوي؟ هذا راه تناقض. إذا كان القرض ما فيهش فائدة راه ما فيهش مشكلة، راه مباح عادي. إذا كانت فيه فائدة هذا كلام آخر. لذلك ربما السائل ما تقنش الصيغة، لأن بعض الإخوان من أهل التعليم رجال ونساء التعليم سبق لهم سولوا هذا السؤال. ما هو شيء هو القرض بدون فائدة، لا هو بفائدة، ولكن هذيك الفائدة ما كتخلصها مؤسسات محمد السادس لرجال التعليم. القرض في حد ذاته البناء ديالو مبني على ربا، بمعنى أن هذيك البنك اللي سلفت لهذا رجل التعليم هذيك 15 مليون أو قل أو هي سلفتها ليه، هو ما كيخلصش الفائدة، كتخلصها عليه المؤسسة. هذا هو المقصود. إذا كما سمعنا، إذا الشيخ قال بأن أصلا يعني القرض لا يكون إلا قرضا حسنا، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون القرض يعني تشبه يعني فائدة أو يشبه زيادة غير قيمة القرض. ويستدل لما ذهب إليه بما سنسمعه كذلك الآن. المشكل في كاين واخا انت ما خلصتيش الفائدة، العقد في حد ذاته خصو يكون صحيح، لأن العقد اللي كينتج الآثار ديالو الصحيحة، عندنا العقود اللي كتنتج الأعمال ديالها والآثار ديالها تكون صحيحة، خصها تكون عقود سليمة. مثلا نعطيك مثال باش تفهم مزيان. لو تزوج رجل امرأة على عقد فاسد، هو يعلم أنها راها حامل منه بالزينة، ثم كتب عقد من بعد على أنها زوجته والحق به ذلك الولد. هل ذلك الولد يسمى ابنا شرعيا؟ لا يسمى ابن زينة. لماذا؟ لأن الحالة اللي انتج فيها الولد ما كانش علاقة العقد صحيح، كان العقد فيه خلل، ما كانش العقد أصلا. واختصار ما قاله الشيخ، قال بأن الأصل في الربا، الأصل أن هذا العقد فيه ربا، وقال بأن العقد في حد ذاته فاسد لأنه يتضمن الربا، وإن كان يعني حتى وإن كانت قيمة الربا يعني شبه منعدمة وليست حتى منعدمة، يعني يقول حتى وإن كان هناك 0.001% فإن الربا يعني لا تخرج بهذا. ثم قال بأن ما بني على ربا فهو فيه ربا ويعتبر عقدا فاسدا، وأتى بمثال مشهور في الفقه. يقول بأن عقد الزواج الذي بني على شروط فاسدة أو بني على عقد فاسد، مثل أن يزني رجل بامرأة أو بفتاة ثم يتزوجها فيما بعد، ويقول بأن الولد الذي ينتج عن الزنا، عن العلاقة السابقة بغير زواج، يعتبر هذا ابنا غير شرعيا رغم أنهم تزوجوا فيما بعد. وهذه فعلا يعني مسألة موجودة يتداولها الفقهاء في مؤلفاتهم، بمعنى أن العقد، بمعنى أن الابن الشرعي لا يكون إلا
يعني ابنا للفراش كما يقال، الولد للفراش وغير ذلك. بمعنى أن العقد كما يقول الشيخ بمعنى أنه فاسد، وأتى بمثال ما رأينا، بمعنى أنه حتى لو تزوج رجل هذه المرأة فيما بعد فإن العقد يعتبر فاسدا والابن لا يعتبر شرعيا. إذن هذه هي قناعته، وهذه هي فتوى فيما يخص هذا الموضوع. ثم سننتقل لفتوى كذلك مهمة، يعني خصوصا لدى البعض الذين لهم كذلك اهتمام بالشيخ الألباني. إذن سنستمع لفتوى الشيخ الألباني فيما يتعلق بهذا الموضوع. إذن سنستمع لفتواه. إذا هنا السائل الذي سأل الشيخ الألباني، إذا سأله عن الدولة ربما عندهم في السعودية كانت تدعم الجندي، تدعمه تدفع عنه الفائدة، بمعنى يمكن للجندي أن يقترض وتدفع عنه الدولة تدفع عنه تلك الفائدة، مثل ما تفعله الآن مؤسسة محمد السادس، فهي تدفع الفائدة عوضا عن العميل فيما يتعلق بقرض 15 مليون. إذن إجابته هي كما إذا قبل أن يجيب بمعنى كان انتظر كثيرا ثم أجاب. لماذا سكت؟ ربما لأن كما قلنا سابقا لا يوجد نص صريح يحرم هذه المعاملة أو يجيزها، وبالتالي انتظر حتى فكر في المسألة ثم أجاب بما ستسمعونه الآن. خلاصة ما قال بأن هذه المعاملة غير جائزة، لأنها لا يعني مبرر الذي قدمه أو التعليل الذي قدمه قال بأن هذه المعاملة لا تشجع الأغنياء على القرض الحسن. إذن هناك كذلك فتوى لشيخ معروف له مجموعة من الفتاوى على قناة اقرأ وعلى صفحة الفيديو. إذن سألته سائلة من الجزائر تقريبا بنفس الموضوع، قالت بأنه نقترض، الدولة تدفع عنا فوائد نستلمها من البنوك. فكانت إجابته كما تعلمون كما سنسمع كالآتي. وهذا الشيخ هو قبل أن نسمعه هو الشيخ عبد الله المصلح. إذا نستمع لفتواه. طيب أخي فيصل يقول هناك قروض ربوية. أنا يعني سايرت هذا الموضوع عندكم في الجزائر، وكانت القرار أن يتحمل هذا 1% المقترض، فكف عنه كثير من الشباب والمتدينين والصالحين، قالوا نحن لا نأخذ هذا القرض أبدا ما دام أن فيه ولو 1 في الربا. فالدولة قالت أنا أتحمله، ما عليكم من هذه علاقة موجودة بين الدولة وبين البنك، وأنتم إذا أخذتم 100 سلموا 100، وإذا أخذتم 1000 سلموا 1000، وإذا أخذتم 20,000 سلموا 20,000. نقول لا علاقة لك، إثم الدولة عليها، كونها فرضت على نفسها هذا إثمها عليها، هي تتحمل هذا، وأنت لا علاقة لك. ولا تمنعوا أنفسكم من أخذ قروض تنشئون فيها لكم مصانع ودكاكين وبناء بيوت وصلاح أحوال. اتكلوا على الله، ولكن أنصحكم كذلك لا تكثروا على أنفسكم من الديون. من أخذ نقودا قبل أخذها يجب أن يكون قد أعد مشروعا يستفيد من هذه النقود، سواء كانت يعني لإصلاح مزرعته، لبناء بيته، لإصلاح سيارته، لفتح باب من أبواب الاستثمار، دكان صغير كذا إلى آخر، يبيع فيه الخضروات، يبيع فيه الأكل الطيب. يعني انتبه، لأن الديون
هم في الليل وذل في النهار. أما أنها تحل لكم، نعم، أنتم تأخذوا 100 وتدفعوا 100، ما لكم علاقة يا ولدي. كما سمعنا، إذن ذهب إلى جواز هذه المعاملة، وقال بأن الدولة هي التي تتحمل وزر ما تدفعه من فوائد. إذن هذه هي خلاصة فتوى. وكما سمعنا في الأخير اختتم بنصيحة لكل من يريد أن يقترض بأن لا يكتر على نفسه، وأن القرض أو الدين دين بالنهار ودل بالنهار وهم بالليل. إذن هذه هي خلاصة ما ذهب إليه، يعني تقريبا ما يعني سمعنا هم في الإعلام من غير ذلك، وهذا باختصار. وهناك كذلك مجموعة من الشيوخ في الجزائر وشيوخ آخرين، هناك من أباح وهناك من حرم هذه المعاملة. اقتصرنا على نماذج من هذه الفتاوى حتى لا نكثر عليكم. إذن بعد أن سمعتم هذه الردود وهذه الفتاوى، لكل الآن قناعته، ولكل الآن يعني سيرى ما هو الشيخ الذي أقنعه، ومن هي الفتوى التي سيأخذ بها. وكما يقال: استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. وإلى لقاء آخر بحول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.